سؤال مهم جدا بنتسأله كل يوم يمكن عن الفرق بين عمليات شفط الدهون وعمليات النحت وعمليات شد الترهلات. يمكن عشان نجاوب عن السؤال دوت وعشان الناس تقدر تفهم الفرق لازم نرجع لورا شويه. في الستينات ابتدت عمليه شفط الدهون بشكلها التقليدي. كان الهدف من العمليه هو مجرد ان احنا بنقلل من الكتله الدهنيه. بيتم في العمليه استئصال جزء من الدهون او شفط جزء من الدهون اللي موجوده في الجسم في مناطق السمنه الموضعيه علشان نقلل حجم الجسم. مع مرور الوقت ابتدى الكونسبت يختلف، ابتدى تفكير الجراحين نفسه يختلف. بقى الهدف من العمليه مش مجرد ان احنا نشيل دهون عشان نقلل الحجم، بقى الهدف من العمليه ان احنا نرسم تفاصيل الجسم زي ما احنا عايزين. بقينا نقدر نبرز الشكل الجمالي للجسم، نبرز منحنيات الجسم، نبرز تفاصيل العضلات او الشكل التشريحي للجسم، وهو دوت الكونسبت او هو دوت مفهوم عمليات النحت. طبعا ساعدنا على كده التطور الكبير جدا اللي بيحصل في الاجهزه اللي بنستخدمها في العمليات بتاعتنا. يمكن كل سنه بيظهر جهاز جديد بنقدر نستخدمه. السكيلز اختلفت، الخبرات بتاعتنا اختلفت، بقى منظورنا للعمليه نفسه او الهدف من العمليه مختلف. بقى الهدف هو ان احنا ننحت الجسم ونعمل تنسيق للقوام، تنسيق لكل اجزاء الجسم، مش مجرد ان احنا نشيل دهون من مناطق معينه. شد الترهلات موضوع مختلف تماما. شد الترهلات احنا بنعمله لما بيكون عندنا ترهلات في الجلد، وده غالبا بيحصل مع تكرار مرات الحمل والولاده، او لما الناس وزنها بينزل كميه كبيره في فتره قليله بيبتدي يحصل ترهل في الجلد، فبنحتاج ان احنا نعمل شد للترهلات. شد للترهلات معناه ان احنا بنقص الجلد، بنستأصل الجلد، فبالتالي بيكون عندنا جروح. دايما بنحاول في العمليات بتاعتنا او في عمليات شد الترهلات ان الجروح بتاعتنا تبقى في مناطق مداريه ما تبقاش باينه. مش كل عمليه نحت، مش كل عمليه شفط دهون لازم نعمل معاها عمليات شد، ومش كل عمليه شد بيبقى معاها نحت، ودوت بيختلف طبعا من حاله للتانيه على حسب هي مشكلتها اذا كانت في الدهون او مشكلتها في الجلد الزياده.